السلام عليكم. هنعمل النهارده اكله سريعه جدا بنص كيلو من اللحمه المفرومه، مش هتاخد معانا اي وقت خالص. حطينا نص كيلو لحمه المفرومه على طاسه فيها معلقتين سمنه سخنين، وهنبدا نحرك فيها يمين وشمال لحد ما تبدا تاخد لون كلها. وبعد كده هتبدا بعد ما تاخد لون تخش معايا في سوا، وهبدا دلوقتي احط التوابل. معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الملح، ومعايا نص معلقه من الحبه الحلوه او الكويبه الصيني، ومعايا ربع معلقه من القرفه او اقل كمان من ربع معلقه. هبدا اقلب كويس كل التوابل بتاعتي مع اللحمه، وهبدا انزل عليها ببصله واحده بس متقطعه قطع صغيره، هقلبها كويس وهرجع انزل عليهم باربع معالق كبار من الصلصه البيتي. ودلوقتي هبدأ ازودها من مية مكرونة بتتسلق جنبها، حوالي 3 كبشات من المية ديت بتديها قوام، وكمان بتزود الملوحة بتاعتها، لان انا مقلله الملح عشان ايه، عارفة ان انا هحط من المية اللي فيها ملح بتاعت المكرونة. بالشكل ده كده بدأت خلاص تستوي وتمام. هبدأ ارفعها من على النار ونشوف المكرونة بتاعتنا. معايا حوالي لتر ونص من المية، في معلقة كبيرة من الملح نزلت عليها بالمكرونة الاسباجيتي بتاعتي. ممكن تستخدمي اي نوع تاني من المكرونة. هبدأ اغرف المكرونة في الطبق بالشكل ده، وهنزل عليها بمعلقتين كبار من اللحمة المفرومة او اي كمية تحبيها. ويا سلام بقى لو شوية بقدونس، رشة بقدونس كده وتبقى اكلة روعة. والسلام عليكم.